يا صباح الفل. جولة بقى جديدة هنزور فيها نادي قوات مسلحة في راس البر، وهعرفكم ايه هو النادي، الشاليه عبارة عن ايه، الفاسيلتيز اللي موجودة جوه النادي، هتحتاجوا تجيبوا ايه وانتوا جايين، الاسعار وكل حاجة. احنا كده بوريكم كده مبدئيا الطريق لنادي راس البر. طبعا انا بعشقها، يعني تحسها قرية كده في اوروبا كده، نظيفة جميلة، مهتمين بالزرع، وعلى طول بيعملوا فيها تجديدات وممشات وفود كورس. يعني هتلاقوا فيها كل حاجة، كل حاجة موجودة فيها، مش هتحتاجوا. طبعا فيها فسح كتير جدا، يعني كفاية جوها بتحسوا كده ان انتوا فصلتوا عن العالم. طيب ده كده الطريق واحنا رايحين للنادي. جايبه لكم البدايه اللي ما يعرفوش، هو جنب قريه راس البر زمان، ومشهور قوي، يعني حتى لو رحتوا مش هتوهوا، هتقدروا ان انتوا توصلوا له. كده احنا خلاص داخلين ادي قرية راس البر زمان اهي، وبعديها على طول لازق فيها نادي القوات المسلحة. دي البوابة بتاعته، بوابة لونها ازرق كده، وهتلاقوا برضو الكفر بتاع الفيديو موجود نفس شكل البوابة عشان ما تتلخبطوش ان في نادي جنبيه برضو تاني قوات مسلحة، بس ده النادي اللي احنا هنزور النهارده بتاع الضباط. تمام. النادي ده المدخل بتاعه هما بيبنوا ملحق ليه، المفروض ان بيبنوا ليه كومباوند تاني تبعهم، بس لسه ما اتبناش. اول ما تدخلوا كده بتلاقوا على ايدكم اليمين قاعه اسمها امنياتي، ودي القاعه دي بتاعه النادي، دي بيعملوا فيها حفلات، افراح، كل حاجه. بنبتدي ندخل على مكتب الاسكان، بتنزلوا بتبتدوا تسالوا على الاسعار والحجز وكده. في الغالب بيكون الحجز من الاداره في القاهره، في اوقات معينه ممكن الحجز بيبقى من عندهم، ده لو مفيش زحمة او اقبال كبير على النادي، زي ما يكون يعني زي دخلة المدارس، فصول الشتاء مثلا، في ناس بتحب تروح في اول 11 او 10، بيبقى الدنيا هادية، ممكن تحجزوا من النادي، بس برضو يفضل تتصلوا بيهم قبل ما تروحوا. ده هنا العمارات بتاعة النادي مكون من 10 عمارات بالمنظر ده، بيبقى دور ارضي و3 ادوار، دورين متكرر ودور اخير. في بارك كبير واسع يكفي العربيات، فانتوا بتركنوا جوه مش بره النادي خالص. ده بقى الشاليه بتاعنا. انا فرجكم الشاليه الاول وبعدين اوريكم بقى الفيو بتاع الشاليه. طيب، بالنسبه للشاليه احنا بندخل المطبخ بيكون فيه بوتاجاز، بيكون فيه ست كده او كات بتاعت فيها كاتل، وزي مكان كده تحط فيه السكر وكده والشاي ليها، زي كافي كورنر صغير كده. بيبقى موجود فيه اطباق وكله بيكون بورسلين، مجات. عندكم كمان هنا الحلة اللي هي مصورها لكم. في الاخر خالص هوريكم الورقة اللي مكتوب فيها كل حاجة موجودة في الشاليه، تاخدوها سكرين شوت كده عشان تبتدوا تقرروا انتوا ايه الحاجات اللي ناقصاكم وتجيبوها. في تلفزيون، في تلاجة جديدة كويسة، مروحة، وهو عامة الجو مش محتاج مروح خالص. ده الحمام، بيكون فيه طبق للغسيل، بيكون فيه شاور، بيكون الاوض هنا زي ما احنا داخلين اوض مكيفة. اللي لفت نظري بقى ان الشاليه بتدخلوه نضيف، الملايات نظيفة كلها بيضة وبتبقى نظيفة جدا، ريحتها ريحة نظافة، كوفرتات نظيفة، عاملين كده حركات حلوة، الاوض شكلها كويس، حاطين كمان مع كوفرتات في بطاطين، في شماعات، في بطانيتين في كل اوضه. بالنسبه ده النور اهو. انا دخلت لكم هنا الاوضه التانية. طيب، هنوريكم النور دلوقتي. ادي ده التكييف، برضو هو بيبقى ريموت واحد للاوضتين، ريموت تكييف واحد، ده يعني دي ملاحظه انا مستغرباها يعني. بس anyways، يعني ادي احنا نورنا الاوضه، وفيها برضو نفس الموجود في الاوضه التانية. طيب، دي عمارات امامي، في 3 عمارات تقريبا خلفي ما بيشوفوش البحر، لكن العماره دي بتشوف البحر، وبقيه العمارات بيشوفوا البحر. هنا بقى دي الفرندا بتاعتنا، فيها كراسي بلاستيك، ترابيزه فيها منشر، وده بقى المفاجاه بتاعتنا وهو الفيو. طبعا ده بالنسبه لي من احلى الفيوهات اللي بشوفها، فيو البحر، يعني البحر القديم بتاعنا ده اللي هو بحر راس البر، والبحر ريحته اصلا لوحدها دي يعني جنه بجد يا جماعه. البحر بيكون البيتش متزود فيه بشاورز. ده نادي تاني جنب النادي بتاع الضباط القوات المسلحه، بيبقى فيه شاور وفيه كافيتيريا، وبيبقى ليكي انتي مع السكن شمسيه وكراسي. دي الورقه اللي قلت لكم عليها، اللي فيها الفاسيلتيز اللي موجوده جوه الشاليه. خدوها كده سكرين شوت عشان تعرفوا انتوا هتحتاجوا تجيبوا ايه، وايه اللي هينقصكم في الشاليه عشان تجيبوه.
ده المكان بالليل بقى حاولت كده اجيب. طيب احنا النادي بقى فيه ايه؟ فيه بالليل بيبقى فيه كافيتيريا، هتلاقوا فيها حاجات كتير جدا، فيها عصاير فريش، فيها كريبات، فيها وافلز، فيها بيتزا، بيعملوا كمان اسماك لو انتوا حبيتوا تطلبوا اسماك. في هنا ريستورانت تبع النادي غير الكافيتيريا اللي بره اللي هي بتقعدوا فيها بالليل، بيشغلوا شاشة كده كبيرة، بيشغلوا ساعات افلام، لو في ماتشات بيشغلوها، بتبقى قاعدة لذيذة جدا. النادي كمان فيه تأجير عجل لو حبيتوا تأجروا عجل فيه، متاح فيه. النادي واسع، روحه هادية وخفيفة. اعتقد ان انا كده تقريبا غطيت لكم كل حاجة. الاسعار، هو في اسعار للمدني والعسكري بتختلف برضو على حسب التوقيت وعلى حسب الحجز، بيبقى حجز مدة اسبوع. الاسعار بتتراوح تقريبا من 900 ل 1300، بس اكيد لازم تتصلوا بيهم قبلها وتتأكدوا من الاسعار قبل ما تروحوا. ده بالنسبة لليلة، مش شامل اي اكل، بيجيبوا الاكل معاكم. في كمان متوفر فيه سوبر ماركت، تقريبا فيه اغلب الحاجات هتلاقوها، بيض موجود، فيه جبن موجود، فيه اريال موجود، فيه حاجات عشان لو نسيتوها، بس اسعاره غاليه شويه عن السوق بره. السوق مش بعيد عنه، مسافه 10 دقايق بالعربيه بتوصلوا للسوق، تقدروا تجيبوا كل حاجه من جوه راس البر نفسها. كتجربه النادي حلو ولذيذ والاولاد هتتبسط فيه. البحر بتاعه حلو، بيتنضف دايما على طول، بشوف بعد كل مره بينضفوا البحر. وفي كمان كافيتيريا على البحر نفسه لو حبيتوا تشربوا حاجه على البحر، بيمر بياعين بقى ام خلول وفريسكا والحاجات الجميله بتاعتنا دي. بس ده كان النادي. لو في اي اسئله حطها لي في الكومنتات وانا ان شاء الله احاول ارد عليها، واشوفكم في فيديو تانية واجازه تانية. باي باي.